جيت في الانتخابات ولا جيتش؟ ماشي تنتخب؟ جيت؟ ها؟ لا المرة هذه لازمك تمشي تقيد انت، تمشي البلدية وتقيد. كيف كيف كما قبل؟ ما تحركتش شوية؟ حكاية كلام يلوم تو الأحزاب 100 حزب، فهمت منهم شوية حاجة ولا؟ ما عاد شيء يعني. أنا في انتخاب رئاسة الكرسي هذاك صعب. كيفاش؟ أنا الأحزاب هذيا اه ما يفهمش. كيفاش اللي يسد الكرسي هو صاحبه؟ إيه اللي سد الرئاسة اللي انتخبناها احنا وسد الرئاسة هذاك هو. شو نقول أنا نقول لك خويا كيف؟ أما حكاية زايدة هي حتى البلايص اللي تفاهمنا فيهم يعني توجيه معتمدية تفهم فيها ولا الجماعة اللي كانوا الأولانيين ينبوا عاودوا رجعوا زي ما عملنا عاد كانتنا خلينا عادتين خير. نجموش نحيوهم؟ هي حاكم يتلفت لهم من ناحية ما هي علاش دخل برا ما اللغة هذيك توجيه انت تنحي ما تنحيته به وخدمته تمينا هابة قبل كان ياكلوا التانيات عملوا فينا شوية من عائلة ماوزة كان فيها كوارتي وناك في المنطقة عند الحاكم العمدة منهم العمدة نسميه الكتم ما مسالش هذا كان بتاع الجنزوان عارف سلام الجنزوان لكن فيها الدنيا سحاري وبرود مش تتصور انسان مزمر يمشي بس يطلب حاجة يقولوا لا ما عندناش ما عطوناش وهم يكتبوا فيها وتخارط البلاد على الحكاية هذي. هاكي واحد يجي انت تعطيه وهو يدرجها ولا ياكلها هذا صدق كمواطن كان سيوس اللي مطبع لبس عليه والعمال دي كلها بتاع حياتي ما السراق. وكيفاش نحيوها من السراق تو؟ ايه تو الدولة تتناحي زي ما كل مع بعض اما تو جيل معتمدية المعتمدية فيها 10 من الناس نسمع فيه ناحية 2 و8 تخليهم زي ما عمل النهب والسرق كالعادة اللي جاي بس يتعلم على الأخ أما احنا باش نحييه نحيي الكل يا أخوي نجيبوا حاجة جديدة ثم شباب حبيخ وتو تشوف انت الشباب يجموا يخدموا ثم اللي يخدم ثم اللي يخدم لازم يخدم ضيف وشهرية لازم يخدم